هل تحدث النبي عما يحدث الآن في غزة؟ في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وحدثهم عن بعض ما أوحي إليه من الغيبيات عن أحوال أمته بعد وفاته، فقال: أول هذا الأمر نبوءة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليها تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. وعسقلان مدينة تقع حاليا على حدود غزة، وكانت المدينتين تاريخيا منطقة واحدة، حتى إن الإمام الشافعي عندما سئل عن مكان مولده وهو من مواليد غزة أجاب مرات عديدة أنه ولد في غزة، وفي مرات أخرى أجاب أنه ولد في عسقلان، مما يدل على أن الاسمين يشيران إلى مكان واحد في تلك الفترة. فيا ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد برباط عسقلان حصار غزة وحروبها المتتالية؟ وأنتم الذين اصطفاكم الله بخير الرباط على سواحل عسقلان وما حولها.